مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تاني ومكملين معاكم برنامجنا نجوم الرياضة، ومعايا دلوقتي إسلام عادل لاعب الأهلي السابق ولاعب مصر المقاصة الحالي، وطبعا بالتأكيد المحلل الفني لنجوم الرياضة. أهلا بك يا إسلام. أهلا وسهلا بحضرتك. إسلام، بداية يعني أكيد هنعلق عن الموضوع اللي هم كان في التقرير دلوقتي، وهنتكلم عن أولا الأهلي. عايز أعرف منك يعني خطة الأهلي لمواجهة جوانزو الصيني بطل آسيا مبدئيا، بما ان هو كان اخر حاجه بيتكلموا عنها في التقرير. الحقيقه ان طبعا النادي الاهلي بقى خبير بقى في المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. الحقيقه ان هو كان بيشارك في النسخ اللي قبل كده اللي كانت بتقام في اليابان، ودلوقتي بيشارك في النسخه اللي مقامه في المغرب. يمكن النادي الاهلي يعتبر اكثر الفرق العالميه اللي شاركت في هذه البطوله. النادي الاهلي عارف ان هو المره دي غير كل مره، المره دي مره صعبه جدا، لان ما كانش في دوري زي ما حضرتك عارفه، ما كانش في دوري في مصر نظرا للاحداث اللي موجوده في البلد، والدوري اتلغى طبعا. والنادي الاهلي فاز ببطوله افريقيا باعجوبه، بالاضافه ان النادي الاهلي غير المدير الفني، كان كابتن حسام بدري تولى الكابتن محمد يوسف، ومعاه اسلحه قليله جدا، قدر بالاسلحه القليله دي ان هو ياخد البطوله، واللي وصفناه في مصر كلنا طبعا بان ده اعجاز رياضي. تمام. فبالتالي استعدادات النادي الاهلي لهذه البطوله غير كل مره. تمام. فبطوله افريقيا خلصت، النادي الاهلي عنده مباراه وديه مع المقاولين يوم الاربعاء. تمام. وستوجه مباشره يوم 7 في ديسمبر ان شاء الله الى المغرب لملاقاه المغرب الفاسي يوم 8 من الشهر ذاته، قبل خوض المباراه الرسميه الاولى مع جوانزو الصيني بطل اسيا طبعا. فعايز اقول لحضرتك خطوره الموقف انك بتلاعبي فريق قوي زي دوت، ان الفريق ده فريق سريع جدا وفريق قوي جدا وفريق متكامل. النادي الاهلي يمكن لعب مباريات قبل كده مع مدارس كرويه متشابهه للفريق الصيني، اللي هم بيمتازوا بالسرعه وبالقوه البدنيه. يمكن لعب قبل كده في البطوله السابقه مع هيروشيما الياباني. النهارده هو بيلعب جوانزو، ولكن جوانزو مختلف لان هو عنده مدير فني محترم جدا، مارشيلو ليبي، ده الايطالي اللي فاز بكاس العالم 2006 مع ايطاليا. والحقيقه فريق متكامل، فريق قوي، فريق سريع. البطوله هتبقى صعبه جدا، والمباراه دي هتبقى صعبه جدا، خاصه ان النادي الاهلي ما عندوش البدائل الكتيره والجاهزه ولا فتره الاعداد القويه علشان يقدر يخوض هذه المباراه. ولكن نتمنى من النادي الاهلي ان شاء الله زي ما هو عودنا بانجازاته، وبعدين النادي الاهلي معدنه ولاعيبه النادي الاهلي بيبانوا في المباريات الكبيره وفي المواقف الصعبه، وده معدن لعيبه النادي الاهلي واللاعب المصري على العموم يعني. تمام. طيب خلينا نعرف من خلال اللي انت بتقوله ده، ايه هي استعدادات الاهلي لمونديال الانديه؟ ما انا بقول لحضرتك ان النادي الاهلي يمكن استعداداته قليله جدا. كان في الاتفاق على خوض مباراتين وديتين، احداهما مع المقاولون العرب والاخرى مع مصر المقاصه، ولكن كابتن محمد يوسف فضل ان هو يلغي مباراه مصر المقاصه والاكتفاء بمباراه المقاولون العرب حتى لا يتعرض اللاعبون للاصابه يعني. وخاصه ان في عبد الله السعيد مصاب، وفي الغالب هو مش هيشارك في مباراه المقاولين الوديه اللي هي تقام يوم الاربعاء غالبا في الجبل الاخضر، علشان يحافظ على البطوله. هو هيلعب المباراه دي بس، وهيلعب مباراه واحده مع المغرب الفاسي في يوم 8 تاني يوم لما يوصل ان شاء الله في المغرب، وبعد كده بقى هيبقى التمرين. يعني ده توقيت السفر بتاعهم اللي هو يوم 7 هيسافروا ان شاء الله، ويوم 8 هيلعبوا المباراه الوديه مع المغرب الفاسي، وبعد كده ان شاء الله يوم 14 المباراه الرسميه الاولى في البطوله. تمام. طيب اعتزال بركات ومدى تاثيره على اداء النادي الاهلي؟ الحقيقه طبعا حضرتك عارفه، انا اللي كنت لسه بكلم حضرتك في الاسلحه القليله عند النادي الاهلي وعند الكابتن محمد يوسف، ربنا يكون في عونه. بنهنيه مرارا وتكرارا على فوزه ببطوله افريقيا والاعجاز اللي هو عامله. وعايز اقول له ان احنا كمصريين، وعايز انا بقى انشد كل جمهور النادي الاهلي ان ما تستنوش، خلينا واقعيين، مش عايزين نستنى انجاز. مش عايزين نستنى انجاز متعودين عليه من النادي الاهلي قبل كده، لان الظروف دي لعبه حلوه، ممكن نشوف لعبه حلوه بالظبط، لان الظروف دي صعبه جدا. فطبعا عدم وجود بركات، عدم جاهزيه متعب، كل دي بتصعب من فرص النادي الاهلي، لان بركات عارفه لعيب كبير ولعيب زئبقي ولعيب على مستوى عالي جدا، ولعب في انديه كبيره جدا، واحترف طبعا في السعوديه، ولعب في النادي الاهلي، ولعب في النادي الاسماعيلي، ولعيب دولي لا يستهان به، وكان بيقدر يحل مشاكل كتير جدا لاي مدير فني في المباريات، لانه كان بيلعب في اكتر من مركز، ممكن يلعب ناحيه الجناح الايمن او يلعب في منتصف الملعب او بيلعب تحت المهاجمين، فكان بيعمل حلول كتير جدا، خاصه ان هو كمان لعيب
مميز تعويضه هيبقى صعب. فطبعا عدم وجوده هيبقى خساره جامده جدا للنادي الاهلي. اتمنى بقى ان شاء الله وليد سليمان وعبد الله السعيد يقدروا يدونا صوره احسن من اللي كانوا عليها في بطوله افريقيا، وانا شايف ان الانسجام بقى اجمل وبقى احسن في الفتره دي، وان شاء الله يقدروا يعوضوا غياب الزئبقي محمد بركات. تمام. طيب عايزه اعرف رايك يا اسلام في اعلان قرعه الدوري الممتاز اللي اجريت اليوم. الحقيقه انا بس عايز اقول حاجه يعني قبل موضوع قرعه الدوري. يعني احنا قبل ما نعمل قرعه الدوري ونقعد نعمل اجتماعات ونقعد نجيب ميديا ونقعد نقول احنا عملنا قرعه دوري، وبعد كده الناس تطلع تزعل بقى يقول لك ايه ردود الافعال بقى اللي بعد كده ان كل الناس اللي في مجموعه نادي الزمالك قالوا ان المجموعه دي مجموعه اصعب كثير جدا من مجموعه النادي الاهلي. قبل ما كنا نعمل كل ده كنت احب يعني ان احنا نعلن عن وجود موافقات امنيه من الداخليه، وزاره الداخليه، وطبعا وزاره الدفاع. ليه؟ علشان وزاره الداخليه هي اللي بتامن ووزاره الدفاع برضو بتامن. ومن المفروض كمان ان احنا كنا نعلن عن الاماكن اللي هيتلعب فيها المباريات. يعني هل الدوري سيقام على ملاعب القوات المسلحه كما سبق، ولا دلوقتي النهارده انبي هيلعب في مكانه، بتروجيت هيلعب مثلا في السويس، الجونه هيلعب في ملعبه، المحله هيلعب في المحله، كل ده مش موجود. فانا عايز اسال سؤال مهم جدا لاتحاد الكوره واقول لهم النهارده حضرتك بتعمل جدول دوري، بناء عليه لازم يبقى عندك موافقات امنيه، ولازم يبقى عندك تاكيدات ان الدوري هيقام في الميعاد المحدد اللي هو 26 ديسمبر، ده اذا اتلعب. يعني في ردود افعال طبعا متباينه، لان كل الفرق او 3/4 الفرق اللي في مجموعه نادي الزمالك شايفين ان مجموعه نادي الزمالك مجموعه صعبه جدا اكتر من المجموعه الثانيه، وهم شايفين بقى ايه ان هم بيصالحوا النادي الاهلي او كالعاده بقى الكلام اللي هو بقى ايه اللي احنا ما بنحبش نسمعه بقى ان النادي الاهلي بقى في مجموعه سهله. كده الفريق القوي والفريق الجامد الفريق المتكامل يقدر يلاعب اي حد وما يخافش منه، خاصه بقى ان حلمي طولان كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي الزمالك نفسه قال ان البطل لازم يلعب مع اي حد وما يخافش من اي حد. هو ده وهي دي صفات بطل الدوري المصري يعني. تمام. خلينا ننتقل دلوقتي لأخبار منتخب مصر، وعايزين نعرف رأيك يا إسلام في تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر. الحقيقة نهاية للجدل اللي كان موجود الفترة الأخيرة والتكهنات عند ناس كتير، وكان في أسماء كتير يعني مرشحة لتولي قيادة المنتخب المصري. ولكن أنا شايف أن النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم بيصحح، مع احترامي طبعا للجهاز الفني السابق طبعا شديد الاحترام، إلا أن هو بيصحح الخطأ اللي هو ارتكبه قبل كده. لأن طبعا بعد الكابتن حسن شحاتة كنا لازم نحافظ على نفس المنوال ونحافظ على نفس الطريقه ونلعب بنفس التشكيل ونلعب بنفس اللعيبه وحتى نلعب بنفس التشكيل في الاجازه. بمعنى ان الكابتن حسن شحاته لما مشي كان معاه جهاز معاون محترم جدا اللي هو كان الكابتن شوقي غريب وكان الكابتن حماده صدقي والكابتن احمد سليمان. فانا كنت شايف ان الكابتن شوقي غريب كان يتولى قياده المنتخب، اللي هو الغلطه بقى اللي هم بيصححوها دلوقتي، لان هو اكتر واحد عنده درايه بلعيبه المنتخب المصري واستمر معاهم فترات طويله، وهو كان مرشح معاه. يمكن الكابتن حسام البدري، سيبك بقى من كل الكلام اللي اتقال في الاعلام، اسامي طبعا مع احترامنا لكل المدربين، الا ان الترشيح الحقيقي من داخل اتحاد الكوره كان منحصر ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب، وايهما يتولى المدير الفني لمنتخب مصر الاول، والثاني سيتولى المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي. واستقر الوضع على ان الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الاول، والكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي. طبعا عايز اقول لحضرتك ان الكابتن شوقي غريب هو اقرب واحد واحسن واحد يقود، خاصه لان هو عنده برونزيه كاس العالم 2001 للشباب. هو المدرب او المدير الفني المصري الوحيد اللي قدر يجيب لنا حاجه في كاس العالم سنه 2001، الجيل الرائع اللي جاب لنا بطوله برونزيه كاس العالم. فبالتالي انا شايف ان هو اختيار موفق جدا. اتمنى من كل وسائل الاعلام المختلفه ومن كل الناس المختصين بكره القدم ان يقفوا جنب هذا الرجل ويدعموه ان شاء الله لصالح الصالح العام. تمام. خلينا نرجع بس نقطه بسيطه قبل ما نكمل اخبارنا عن منتخب مصر. خلينا نرجع لرايك في اعلان قرعه الدوري، بغض النظر عن فكرتك ان هم لازم يقعدوا الاول ويتناقشوا ونعرف كل الحاجات اللي انت قلتها، ولكن رايك ايه فعلا في ان هم يعملوا قرعه للدوري الممتاز اجريت النهارده يعني كتحليل فني؟ ما هو انا بقول لحضرتك الموافقات الامنيه كانت مهمه جدا وملاعب مهمه جدا، واحنا استمرارا بقى للغلط اللي احنا بنعمله. لان هقول لحضرتك ان اتحاد الكوره بقى له 3 سنين بيدي مواعيد لبدايه الدوري والدوري ما بيبتديش، تمام؟ فبيدي ميعاد. فبالتالي بس لاحظ معلش، يعني هو بقى له 3 سنين هو بيعمل كده يعني جراء الاحداث، يعني هو ما بيعملش كده. يبقى انا عارف ان انا مش متاكد من قرار، انا ما اقدرش اقوله، لان القرار ده بالتالي بيؤثر على الانديه والفرق. ليه؟ لان حضرتك كاتحاد مصر لما تقولي لي ان الدوري
يبتدي مثلا في بدايه الشهر، فانا كنادي ببتدي اعمل استعداداتي وبصرف فلوس كتير جدا، وبطلع في مكان ساحلي او مكان خارج القاهره علشان اقدر اعمل معسكر. المعسكر ده بيبقى من اسبوعين ل3 اسابيع. الفتره دي بتتكلف تكاليف باهظه، فطبعا الفلوس دي كتير جدا في ظل الظروف الصعبه اللي بتواجهها الانديه في الوقت دوت. فالانديه بقى مش حامل ان انا النهارده اعمل فتره اعداد واصرف فيها مليون جنيه، وبعدين اجي اعمل فتره اعداد ثانيه عشان اصرف فيها مليون جنيه ثانيه، وبعد كده اعمل فتره اعداد ثالثه. كل ده علشان انت عندك تخبط اداري وما قدرتش تاخد الموافقات من وزاره الداخليه ووزاره الدفاع. الشجاعه ان انا اطلع واقول يا جماعه انا لسه ما عنديش الموافقات، وهحط الجدول واحط المواعيد، بس لسه ما خدتش الموافقه النهائيه. ما انا عايزه اقول لك على حاجه برضو، يعني النقطه دي اثارت فضولي علشان اقدر افهمها منك كويس وكل المشاهدين يفهموها معانا. دلوقتي هم ممكن يكونوا واخدين الموافقات، تمام، والدنيا ماشيه تمام معاهم، تمام، والانديه اتدربت ومستعدين، تمام. حصلت حاجه في البلد زي ما بيحصل بين ساعه والتانيه بيحصل مليون الف حاجه. ايه الحل انا عايز اقول لحضرتك ان انا مش بهاجمهم، يعني انا عايز الناس تفهم كلامي. انا عايز اعرف هو كتحليل. يعني انا من وجهة نظرك مثلا ممكن اعرف ممكن يبقى في حل، ممكن يحصل حاجه غير ان هم يبقوا واخدين الموافقات من وزاره الدفاع ووزاره الداخليه، اخدين الموافقات بس حصلت حاجه. في حل بقى ان هم ياخدوا ضمانات امنيه من وزير الداخليه شخصيا ومن وزير الدفاع شخصيا، ان مهما حصلت الظروف ان المباراه تبتدي بامان على ملاعب القوات المسلحه. لان حضرتك عارفه ملاعب القوات المسلحه دي حرمه الجيش، يعني محدش يقدر يتهجم على ملعب القريه الاولمبيه الدفاع الجوي التجمع الخامس، ولا حد يقدر يتهجم على ملعب جهاز الرياضه العسكري ولا ملعب حرس الحدود بالماكس. كل الانديه العسكريه دي بتبقى مؤمنه بصوره كويسه جدا. فانا شايف ان هم يعلنوا ان تقام المباريات على هذه الملاعب العسكريه، لان هي الملاعب او هي المنظومه الوحيده اللي في مصر اللي واقفه على رجليها اللي تقدر تعدي اي مناسبه واللي تقدر يمشي الدوري بيها. ولو ان طبعا يعني انا عايز اكون واقعي مع حضرتك، انا مش متفائل خالص بكل الكلام اللي بيحصل دوت، لان مصر ماشيه للمجهول حضرتك. فما في غموض مش بس مستقبل الكوره في كل في الرياضه بصفه عامه. وما اعتقدش ان الداخليه ووزاره الدفاع هيسيبوا كل الحاجات اللي بتحصل في البلد دي وعشان يامنوا ماتشات الكوره. فعايز نبقى واقعيين، وكفايه بقى ان احنا نقعد نضحك على الناس علشان الموضوع بقى شكله وحش، وكفايه ان احنا نقعد نتخانق بقى في لجنه الانديه ولجنه البث ونقعد نقول كلام ملوش اساس من الصح. عظيم جدا اللي انت بتقوله، انا معاك ومتفقه معاك في كل اللي انت بتقوله، ولكن باختلاف حاجات بسيطه. تمام. اول حاجه ان يعني مش حكايه مصر ماشيه للمجهول، علشان مش بنحب نتكلم في فكره ان احنا نبقى متشائمين قوي كده، ان في حاجات كويسه بتحصل. تمام. على الصعيد الرياضي يعني. تمام. ولكن برضو عايز اسالك، مش عايزين نخرج برضو عن الموضوع، ولكن عايز اسالك القرعه دي تمت بناء عن ايه النهارده؟ يعني هم عملوها بناء عن ايه؟ بناء على ان هم حددوا ميعاد الدوري في اول ديسمبر. تمام. فبالتالي جرت العاده. يعني حددوه بناء عن ايه برضو؟ على ان هم بيقولوا ان هم اخذوا الموافقات الامنيه، موافقه الامنيه من وزاره الدفاع ووزاره الداخليه. الكلام ده بقى ما بنشوفش كلام رسمي او موثق ان الكلام ده حقيقي. كل دي حاجات احنا بنقراها من خلال المواقع وبنشوفها من خلال وسائل الاعلام، لكن صحه الكلام ده ما اعرفش. فبالتالي ده السؤال ده بقى حضرتك تساليه فعلا للرئيس اتحاد الكوره المحترم الاستاذ جمال علام، بناء على ايه فعلا بتحددوا مواعيد الدوري، خاصه ان انت حددت ان الدوري هيبتدي في اول ديسمبر، ودلوقتي يعني لغيت الميعاد ده واديت ميعاد ثاني 26 ديسمبر. طب هل الدوري فعلا في مصداقيه المره دي وهيقام في موعده 26 ديسمبر؟ اشك. يعني انت عندك شك في ان هو هيحصل تاجيل تاني؟ بالتاكيد هيحصل تاجيل تاني. عايز اقول لحضرتك ان يعني التاجيل ده جالك من ايه؟ هقول لحضرتك من جراء تاجيلهم المستمر لنفس الموضوع؟ ما هم الله يكون في عونهم، هم ما عندهمش موافقات. يعني انا رايي الشخصي ان هم لو عندهم موافقات فعلا حقيقيه ايه اللي هيمنعهم؟ يعني حضرتك تخيلي عندك كل الموافقات الامنيه، ايه اللي هيمنعك؟ والفرقه كلها جاهزه والدوري جاهز والملاعب جاهزه، ايه المانع؟ فبالتالي ما تضحكش عليا، ما تجيش تقول لي عندك موافقه امنيه وبعد كده تيجي تقول اصل حصل مش عارف. ما ينفعش. هو كده يعني لو هم اوكي، يعني ممكن يتلغي زي الموسم اللي فات؟ ممكن هو لو اتاخر لبعد يناير هيتلغي. لو اتاخر لبعد يناير في الغالب هيتلغي. خاصه ان حضرتك عندك مباريات كتيره جدا، عندك مجموعتين في الدوري ومباريات كتير جدا. هتلعب امتى وهتلعب فين؟ خاصة كمان ان الملاعب اللي جاهزة لاستضافة مباريات الدوري العام عند حضرتك مش ملاعب كتير، ملاعب قليلة جدا. والملاعب كمان الأندية ما قدرتش، حتى بما فيهم نادي الجونة، ما قدروش يستوفوا الشروط الخاصة بالملاعب اللي يقدروا يستضيفوا من خلالها مباريات الدوري الممتاز يعني. تمام. طيب خلينا نرجع لأخبار منتخب مصر ونكمل مع بعض. وعايزة أسأل رأيك إسلام عن خارطة الطريق اللي وضعها شوقي غريب.
الحقيقه كابتن شوقي قعد مع طبعا نائب رئيس اتحاد الكوره الكابتن حسن فريد طبعا واتكلموا عن الفتره الجايه، والحقيقه حاجه يشكر عليها الاتحاد المصري، ودي طبيعيه جدا ان هم تركوا للكابتن شوقي غريب ان هو حريه الاختيار للجهاز المعاون، والجهاز المعاون هو لسه يعني في خلال ان شاء الله اليومين القادمين هيحط الجهاز المعاون معاه، وهو لازم يختار الجهاز المعاون علشان يبقى في بينهم ود ويبقى في بينهم تعاون مثمر ان شاء الله علشان يقدروا يحققوا حاجه الفتره اللي جايه. كابتن شوقي غريب قال ان هيتلعب 9 مباريات في الموسم القادم اللي هو موسم 2014، 6 مباريات رسميه و3 مباريات وديه هتبقى ان شاء الله في خلال الموسم القادم. وهناك بند في عقد الكابتن شوقي غريب ان هو لو ما صعدش لا قدر الله طبعا، يعني ما صعدش لتصفيات افريقيا، طبعا هيبقى في فسخ للعقد تلقائيا، واذا ان شاء الله قدر ان هو يوصل للتصفيات اللي احنا غايبين عنها، افريقيا اللي احنا غايبين عنها بقى لنا بطولتين، هيستمر ان شاء الله لحد تصفيات كاس العالم 2018. تمام. طيب عايز اعرف منك اسلام، هل هناك شروط خاصه في التعاقد ده؟ ما هو ده الشرط اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان هو ده الشرط الوحيد، ان كابتن شوقي غريب لازم يصعد، زي برضو الشرط اللي كان موجود مع بوب برادلي، ان هو لو ما صعدش كاس العالم هيعتبر العقد مفسوخ تلقائيا. فبالتالي برضو هو ده الشرط اللي كل الاتحادات دلوقتي بتحطه مع المدربين او المديرين الفنيين، ان هو لو ما صعدش لكاس الامم الافريقيه القادمه اللي في الغالب هتكون في المغرب، هيبقى مش موجود، وهيستعينوا بمدرب تاني لقياده المنتخب في التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم 2018. تمام. طيب انا كنت عايز اسالك على حاجه مهمه جدا يا اسلام، يعني ايه رايك في تصريحات كابتن شوقي غريب في عوده كبار السن للمنتخب؟ يعني مثلا زي احمد حسن وعصام الحضري بحفظ الالقاب. طبعا يعني انا هستعين بقى بكلمه حضرتك اللي انت قلتها لي من شويه، ان لازم يبقى في تفاؤل، هو ده بقى التفاؤل. يعني هي دي الحاجه بقى كويسه، ان مشكله، يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده في البرنامج ده اكتر من مره، ان مشكله كل مدرب بيجي جديد على فريق جديد بيبقى عايز يغير جلد الفريق كله مره واحده، وما ينفعش حضرتك تيجي النهارده يبقى منتخب مصر فيه 11 لعيب او 20 لعيب من القوام الاساسي، حضرتك تتخلى عن 7 8 عناصر مهمين جدا. ما ينفعش. ليه؟ علشان الناس تقول ان حضرتك حطيت بصمتك وغيرت وما مشيتش على نفس اللي كان عليه الكابتن حسن شحاته، فيرجع بتبوظ الفريق كله. فيرجع بقى يقول لك ايه، طب ما هو ما عملش حاجه، ما الكابتن حسن شحاته هو اللي عمل كل الموجود دوت. فبالتالي كل المدربين في كل الانديه وفي كل المنتخبات بيحاولوا يعملوا الموضوع دوت، ولكن مش بذكاء. الذكاء بقى ايه اللي هو عمله الكابتن محمد يوسف، ان انت تعمل تغيير في لعيب او في اثنين، ما طلعش عصام الحضري احسن حارس مرمى مصري في بطوله في قاره افريقيا على مدار سنوات طويله جدا ومستمره ومتتاليه. ما تجيش بقى في عز مجده وفي عز نضجه الكروي وتستغنى عنه. طبعا ليس تقليلا من شريف اكرامي، دايما بقولها ودايما بكررها، شريف اكرامي حارس كبير وعملاق ومتميز، ولكن محتاج شويه تقل كروي، وطبعا ده هيجي من المشاركه في المباريات والبطولات. فطبعا كابتن عصام الحضري كان لازم يبقى موجود لان هو اضافه قويه جدا. كابتن احمد حسن كان لازم برضو يبقى موجود لان هو برضو اضافه قويه جدا. يمكن كان في ظروف خلت مثلا زيدان ما يبقاش موجود لان هو كان عنده مشاكل مع بني ياسر الاماراتي وما كانش بيشارك بصفه مستمره، وكان حسني عبد ربه مصاب. تمام. طيب انا عايزه تعليقك عن تصريح كابتن شوقي غريب ان هو هيكمل ما انتهى عنده برادلي. ما هو برضو كابتن مستر بوب برادلي برضو مش كل الفتره كانت سلبيه، الحقيقه كانت في حاجات ايجابيه. الحاجات الايجابيه ايه؟ ظهور بقى لعيبه جديده، لان طبعا احنا عندنا لعيبه كبار جدا زي بوتيكا وزي وائل جمعه وزي سيد معوض وزي الحضري وزي يعني حسني عبد ربه يمكن اصغر منهم شويه. اللعيبه دي خلاص مشوارهم بينتهي تدريجيا مع المنتخب، خاصه ان بوتيكا يمكن اعلن اعتزاله، واعتقد ان هو يعني هيرجع في القرار دوت لان عليه ضغوط كبيره جدا. فالحاجات بقى الكويسه ظهور محمد صلاح، ظهور النني، ظهور كهربا، هي دي ظهور رامي ربيعه. هم دول الاربع لعيبه دول هم، وطبعا حجازي ربنا ان شاء الله يرجعه بالسلامه بعد الاصابه. 4-5 لاعبين تقدري تعتمد عليهم 5 أو 6 أو 10 سنين كمان قدام. هي دي النقاط الايجابيه اللي موجوده. فبالتالي الكابتن شوقي غريب انا واثق جدا في خبرته وفي خبثته الكرويه، لانه هو هيقدر يعمل مزيج ما بين اللعيبه الكبار واللعيبه الشباب، ما بين اللعيبه الخبرات وما بين اللعيبه اللي عندها حماس. فلما يبقى في فرقه فيها خبرات وفيها حماس، فيها لعيبه كبار وفيها شباب، هو ده اللي هيعمل فريق كويس ومتكامل. تمام. هو ده اللي طبعا اللي هيعمل فريق طبعا يقدر طيب. ينافس على البطولات اللي جايه طبعا. طيب خلينا دلوقتي ننتقل ل موضوعات اللي احنا بنستكملها، الموضوعات الرياضيه. خلينا نتكلم عن اخر اخبار الزمالك. مبدئيا انا عايزه اعرف رايك في مشكله رئاسه نادي الزمالك بين ممدوح عباس وكمال درويش. الحقيقه ان نادي الزمالك يعني ما تستغربيش،
متعودين يعني من نادي الزمالك على كده، والحقيقه ان اللي بيدفع ثمن هذا التخبط طبعا الجمهور العريق. نادي الزمالك عنده جماهيريه كبيره جدا جدا، والحقيقه انا بحب جدا جمهور نادي الزمالك بالرغم ان انا طول حياتي بلعب في النادي الاهلي ويمكن 10 سنين في النادي الاهلي، لان انا متعاطف جدا مع جمهور نادي الزمالك وبحبه جدا، لان هو واقف وقفه راجل مع نادي الزمالك، وعارفه يعني ما بيصدقوا ياخدوا بطوله، وتحسي يعني ان هم خدوا كاس العالم لما خدوا كاس مصر. فالفرحه دي حاجه كويسه جدا من جمهور نادي الزمالك، وان شاء الله نتمنى ان يبقى في مزيد من الاستقرار. المشاكل بقى اللي بتبوظ كل حاجه دايما الحاجه الاداريه ما بين الدكتور كمال درويش وطبعا الاستاذ ممدوح عباس. تمام. الاستاذ ممدوح عباس او دكتور كمال درويش، كل واحد فينا لو عايز يخدم نادي الزمالك لازم يخدمه، مش من على الكرسي. يعني حضرتك ممكن تبقى قاعد في بيتك تمام وتخدم نادي الزمالك، مش لازم تبقى حضرتك رئيس نادي الزمالك علشان تصرف عليه. لو انت بتحب نادي الزمالك اصرف عليه من غير منصب، من غير ما يبقى عندك هدف، من غير ما يبقى عندك مطمع، من غير ما تبقى عايز تاخد الكرسي. الدكتور كمال درويش الحقيقه ان الراجل ده معين من قبل وزاره الرياضه، طبعا الكابتن طاهر ابو زيد، والحقيقه ان الراجل استعانوا بيه في ظروف صعبه جدا. واول ما جه قلت برضو الكلام ده قبل كده ان هو وشه حلو على نادي الزمالك، واخد البطوله ال16 ليه هو مع نادي الزمالك، لان هو الرئيس الوحيد اللي فاز مع نادي الزمالك ب 15 بطوله من يمكن 95 لحد 2003 او 2004. فالراجل انا شايف ان هو ماشي بصوره كويسه جدا وناجح، وبيلموا بقى بعض الفتره دي نادي الزمالك، والناس كلها بتتكاتف. فاتمنى ما يجيش بقى يحصل مشكله بقى في الاداره ترجعهم تاني لنقطه الصفر. بالظبط. تمام. طيب خلينا نتكلم شويه عن لجنه الانديه ولجنه البث، انسحاب النادي الاهلي. بص حضرتك بس انا اسف مش عايز اقطع حضرتك طبعا، بس بص حضرتك شكل الجمهور عامل ازاي. بص بقى يعني شوف المئات الالاف اللي بيكونوا متواجدين في المدرجات قد ايه بيحبوا نادي الزمالك، وشوف من قلبهم يعني شوف الفرحه لما يكسبوا مباراه ولا يكسبوا بطوله، وبص الدخلات بقى الجميله، وشوف شوفي حضرتك شكل الجمهور الجميل. الجمهور ده هو روح الملعب، الجمهور ده هو اللي عمل للرياضه طعم، حضرتك فاهمه. وده طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا، والاغنيه الشهيره بتاعته طبعا. وده طبعا جمهور مصر، وشوف اعلام النادي الاهلي واعلام نادي الزمالك واعلام مصر. هي دي كره القدم الحقيقيه، اللي هو ان احنا كلنا بنتفاعل. حضرتك بتشجع فريق وانا بشجع فريق، ولكن في الاخر احنا بره المدرجات بنتفق، واحنا اخوات واصحاب وكل حاجه، نختلف في انتماءاتنا ولكن نتفق. نادي الزمالك يرجع الى وجود المناوشات والمشاحنات ما بين المديرين والرؤساء فيه. بالظبط زي ما حضرتك قلتي، ان فعلا المشاكل اللي حضرتك قلتيها دلوقتي، المشاكل اللي بتحصل دايما في الاداره، المناوشات، الجري ورا الكراسي، الجري ورا الشو الاعلامي، كل واحد عايز يحط نفسه في الصوره، ده عامل مشاكل بيأثر سلبا على فريق كرة القدم. وفي نقطة تانية مهمة برضو هفضل دايما ما بيحصلش في الاهلي. بصي ما فيش نادي في مصر ما فيهوش مشاكل، ولكن الاستراتيجيه. طب ليه بتظهر في الزمالك؟ الزمالك ما عندوش بقى الوعي الاداري اللي ما يقدرش بره غرفه الاجتماعات يطلع اسراره بره غرفه الاجتماعات. الكلام ده موجود في النادي الاهلي، بتحصل مشاكل ولكن جوه غرفه الاجتماعات ما فيش خبر بيتسرب. تمام. لكن في نادي الزمالك في زي ما بقول لحضرتك اعضاء مجلس اداره بيبقى لهم علاقات بالصحافه وبالاعلام، كل واحد عايز يعمل سابق طبعا. فبالتالي كل حاجه قبل اصلا حضرتك قاعده في الاجتماع بنبقى احنا عارفين الاخبار واحنا في البيوت. تمام. حلو قوي. طيب نرجع للسؤال اللي انا كنت بساله لك يا اسلام عن لجنه الانديه ولجنه البث، انسحاب النادي الاهلي من لجنه البث. طبعا خساره كبيره جدا النادي الاهلي ينسحب من اي لجنه، طبعا نظرا للشعبيه الجارفه اللي بيتمتع بها النادي الاهلي. ولكن انا عايز اقول احنا ليه دايما نختلف. النادي الاهلي طول عمره هو عارفه هو راس الكبيره بتاعتنا. النادي الاهلي طول عمره هو رئاسه لجنه الانديه، رئاسه بس، كل حاجه بتبقى دايما في ايد النادي الاهلي. انا شايف ان هم كانوا يبقوا موجودين. كان كابتن حسن حمدي كنت اتمنى ان هو يبقى موجود، حتى لو كان رئيس لجنه الانديه كان هيبقى الدكتور كمال درويش او اي حد، يعني مش مشكله، المهم نتكاتف، والمهم ان الموضوع يمر مرور الكرام وتبتدي البطوله. ولكن كابتن حسن حمدي والنادي الاهلي فضلوا ان هم ينسحبوا من لجنه الانديه ولجنه البث، اعتراضا على الطريقه اللي بتدار بها لجنه الانديه ولجنه البث، واعتراضا على ان طبعا هناك بعض الاصوات كانت بتنادي ان الانديه الصغيره وانديه متوسطه في جدول الدوري كانت بتتمنى ان هم العائد بتاعهم من بث المباريات كان يبقى اكتر من كده، خاصه ان النادي الاهلي بياخد اكبر عائد، لان هو طبعا النادي صاحب الجماهيريه الكبيره والنادي الاول في مصر، ففي فروق كبيره جدا من دخل الاموال للانديه. فعلشان كده طبعا النادي الاهلي انسحب ومش هيبقى موجود في لجنه طبعا الانديه ولجنه البث. الخوف بقى حضرتك ان الفتره اللي جايه يبقى عندنا مشكله كمان بقى مع اللجنه الاولمبيه وطبعا المستشار خالد زين، ويبقى عندنا بقى مشكله في اتحاد دولي، ويبقى عندنا تجميد نشاط في مصر.
هي دي الخطوره. تمام. طيب خليني اقول لك يعني عايز اعرف رايك في كذا حاجه كده. اولا، وضع الرياضه بدا في الاستقرار في الفتره الاخيره بعد الوزاره الرياضيه واللجنه الاولمبيه، ايه رايك في الموضوع ده؟ هو في استقرار، تمام، ولكن الاستقرار دوت سوري. مش عارفه، حاساك مش متفائل. مش متفائل والله. بصي، انا نفسي ابقى متفائل، بس انا بقول لحضرتك يعني احنا خدنا وعود كتير جدا ان الدوري هيبتدي وما بنلاقيش دوري بيتلعب، وبعدين الناس كلها مضايقك موضوع الدوري. انا بتكلم على الناس كلها، ما انا داخل لحضرتك يعني اهو. هو دايما الكوره هي يعني الرياضه اللي واخده الاكثر شعبيه طبعا، ولكن يعني بشكل عام يعني الرياضه انا حاسه ان هي يعني بدات تستقر. ويمكن في الفقره الاولى احنا قلنا ان بدات تاخد وضعها شويه، وبداوا الرياضيين هياخدوا حقهم، وبدا يبقى في ماده في الدستور الجديد اذا تمت الموافقه عليه. ولكن يعني خلينا نقول بعد الوزاره الرياضيه واللجنه الاولمبيه، هل بدا الاستقرار يظهر؟ وهل في امل في ان الاستقرار الرياضي يبقى مستمر الفتره اللي جايه، ولا هيبقى برضه في تقلبات؟ ما بيتهيأليش ان هيبقى في استقرار في ظل طبعا حاله التعنت الواضحه من المستشار خالد زين، واحساسي انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي، ولكن احساسي ان هو بيتعنت مع اي حد وعامل مشاكل مع اي حد. يمكن قبل كده الكابتن طاهر قبل الكابتن طاهر ابو زيد كان في طبعا المحترم الاستاذ العمري الفاروق كان وزيرا للرياضه، وكان في برضه مشاكل ما بينه وما بين اللجنه الاولمبيه والمستشار خالد زين برضه، وبرضه الامور لم تسير على ما يرام يعني. فطبعا استمرارا للمشاكل واستمرارا للاختلافات، وكل واحد عايز يفرض رايه، وان طبعا اللجنه الاولمبيه الانديه بتشتكي لها لان شايفه ان تدخل وزير الرياضه الكابتن طاهر ابو زيد في شؤون الانديه وتعيين مجالس الادارات ده بيعتبر تدخل حكومي، وهو طبعا امر مرفوض جدا في كره القدم. حضرتك بتقولي لي ان حضرتك متفائله. طيب لما النهارده يطلع وفد من وزاره الرياضه، تمام، ووفد من اللجنه الاولمبيه ويطلعوا لسويسرا علشان يعرضوا، الاثنين طالعين مع بعض، حضرتك تخيلي لما الاثنين يطلعوا مع بعض يدخلوا على لجنه وده بيعرض حاجه وده بيعرض عكسها. اقول انا حضرتك ايه بقى انا في الموضوع؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ يعني لما انا ابقى جاي كده انا وحد وحضرتك بتتحكمي بينا، وانا جايين مع بعض ومسافرين مع بعض وطالعين مع بعض، وانا بشرح لحضرتك مشاكل اللي عندي، وهو بالظبط زي ما حضرتك بتقولي، وده في الاتجاه الثاني. طب حضرتك هتقولي عليا ايه؟ يعني حضرتك شايف احنا اصلا مش متفقين، تمام؟ فطبعا لو في اتفاق فعلا، فده كده قدام الناس في التلفزيون وفي الاعلام، فشايفين ان هم في تصالح ما بينهم، لكن الحقيقه مفيش اي تصالح. طب يعني هي فكره ان هو يعني الرياضه بدات تستقر بعد رجوعهم من السودان، يعني هو ده يعني انا شايف حضرتك متفائله جدا يعني، ودي حاجه ايجابيه ونقطه ايجابيه يعني ان يبقى في استقرار ده. ولكن انا اتمنى طبعا ان الاستقرار ده يبقى موجود. اتمنى ان المستشار خالد زين وطبعا كابتن طاهر ابو زيد طبعا يلموا الشمل، لان هم ناس كبار وكوادر كبيره ومحترمه وناس. يعني انت شايف ان هم بعد ما رجعوا من لوزان يعني بدات الدنيا باينه ان هي فيها مصالحه، ولكن هي مش كده في الحقيقه. هي في الحقيقه مش كده، لان لو هي طب انا عايز اعرف تحليلك بقى الفني. التحليل الفني ان بصي بقى حضرتك، يعني كلام ما بحبش اقوله، بس مضطر اقوله كواحد من الشارع، يعني اعتبروني واحد من الشارع بقول الكلام دوت. كل الناس بتدور على مصالحها. انت المحلل الفني للنجوم. انا بقول لحضرتك علشان محدش يزعل مني بصفتي اسلام عادل، يعني مش عايز حد النهارده يسمعني، لان انا يعني الحمد لله علاقتي بالناس الكباتن الكبار والناس محترمه، فيعني اسفه ان انا بقول الكلام دوت. المستشار خالد زين مثلا بيحب النادي الاهلي مثلا، وانه شايف ان النادي الاهلي النهارده عنده مشكله مع الكابتن طاهر ابو زيد، فيجي مع النادي الاهلي ضد الكابتن طاهر ابو زيد، تمام؟ كل واحد بيدور على مصلحته. شايف ان في مشكله مع نادي الزمالك ضد كابتن طاهر ابو زيد، يجي مع نادي الزمالك علشان كابتن طاهر يبقوا ضد الراجل. وعايز اقول ان التربيطات والاتفاقات والعصابات الكلام ده مش حلو في الرياضه عامه، وهو ده اللي هيرجعنا لورا اكتر ما احنا متاخرين اصلا يعني. فطبعا التربيطات والكلام اللي بيحصل دوت الناس كلها عارفاه، كل الناس اللي واعيين وفاهمين في كره القدم عارفين المشاكل والحاجات اللي بتحصل وراء الكواليس يعني. فطبعا الحاجات دي كلها هتاثر على الرياضه، وده اللي بيخليني اقول لحضرتك ان الناس مش هتتفق، لان طبعا حضرتك عارفه قانون طبعا مجالس الانديه ان البند الجديد ان هم ما يبقوش اكتر من 8 سنوات. وكابتن طاهر ابو زيد شال مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك الكابتن ممدوح عباس، واتى بمجلس الكابتن كمال درويش. وكان في كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت ان مجلس الكابتن حسن حمدي في النادي الاهلي هيتعمل مع نفس الوضع، ويجي مجلس ثاني، ولكن طبعا الاداره في النادي الاهلي رافضه هذا القرار تماما. فبالتالي اعتقد في تخبط كبير وفي مشاكل كتيره جدا مش في صالح الكره المصريه. تمام.
تمام. احنا طبعا نتمنى للرياضه والرياضيين كل التقدم، ويبقى في تفاؤل، ما يبقاش في تشاؤم كده بان كل حاجه هتبقى وحشه. ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه. في النهايه انا بشكر اسلام عادل، لاعب الاهلي السابق ولاعب مصر المقصه الحالي والمحلل الفني لنجوم الرياضه. بشكرك جدا. انا بشكر حضرتك واستمتعت جدا مع حضرتك. وانا كمان استمتعت معاكم النهارده في نجوم الرياضه. بشكركم جدا، وتابعونا حلقات اخرى جديده ونجوم الرياضه.